الطب حاسه اني مشتته وخايفه وتايهه، فدي 6 حاجات كنت اتمنى حد يقولها لي قبل ما ادخل الكليه، واخر واحده هي اهم واحده اتعلمتها بصراحه. فكمل الفيديو للاخر واوعدك هتستفيد اقصى استفاده ان شاء الله. وقبل ما تبدا ما تنساش تبعت الفيديو ده لاي حد من صحابك او اي حد قريبك داخل كليه الطب. ويلا نبدا. السلام عليكم، انا ساره، طالبه طب في القصر العيني اللي هي جامعه القاهره. واول حاجه، وده سؤال بيجي لي كتير بصراحه وجالي كتير قوي الفتره اللي فاتت، هل ضروري اخد كورس قبل الكليه او اسمع حاجه اللي هو بين قوسين كورس المصطلحات الطبيه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه لا، ملوش اي لازمه بصراحه. بصوا يا جماعه، انا هصارحكم بحقيقه مره ان دي اخر اجازه حقيقيه يعتبر هتاخدوها قبل ما تدخل في سحله الكليه. طب سنين ولا نهائيه، الضغط النفسي اللي فيه كتير بامانه، وانت طالع بضغط نفسي اوريدي من الثانويه العامه او المعادله، فليه تحشر نفسك ما بين ضغطين؟ استمتع بالاجازه دي وخد وقتك ان انت تتعافى من اللي فات، وخد وقتك ان انت تستجم وان انت تعمل حاجات انت اصلا بطلتها السنين اللي فاتت، وما تفكرش في اي مذاكره ولا تفكر في اي حاجه انت المفروض تعملها قبل ما تدخل الكليه. المصطلحات الطبيه او الحاجات اللي انت المفروض تذاكرها هتذاكرها في وقتها، ليها وقت معين انت هتذاكرها فيه. المصطلحات الطبيه مش معضله زي ما انتم متخيلينها او زي ما انتم فاكرينها، هي دي حاجه هتيجي مع القراءه ومع المذاكره. عدينا بالمرحله دي في حياتنا في المذاكره جوه الكليه، وعدينا بمرحله ان احنا نترجم الكلام ترجمه حرفيه، ولكن المرحله دي بتخلص وبتخلص بسرعه جدا لان الطب سريع، كل حاجه بتمشي بسرعه. تاني حاجه عايزه اتكلم فيها وهي اول يوم في الكليه. ما تحسش انك المفروض تكون عارف كل حاجه وكل مكان في الكليه، ما تتعاملش بطريقه معينه علشان غيرك ما يتريقش عليك. كلنا كنا كده في يوم من الايام، كلنا اتصورنا بالبلطو الابيض اول يوم، وقفنا قدام اليافطه وتصورنا واخدنا صور وبلا بلا بلا بلا، وما كناش عارفين اي حاجه. فكلنا عدينا بالمرحله دي. انت رايح مكان جديد، مكان انت تستحقه، فعيش التجربه كلها من اولها لاخرها، واسال على اماكن المدرجات، واسال على الاماكن في الكليه، وتمشى في الكليه، واسال ده ايه وده ايه علشان تستكشف الكليه وتستكشف المكان براحتك، وما تتكسفش انك تعيش اول يوم او تعمل الفايبس بتاعتك. ثالث حاجه مهمه عايزه اتكلم فيها، وهي انك ما تنساش 3 حاجات مهمين في الكليه، حاجات انت هتنساهم على الطريق، وكلنا عدينا بالمرحله دي. 3 حاجات هم اهلك وصحتك ونفسيتك. كل حاجه ليها حق عندك، وانت مش مطلوب منك ان انت تعدل الكفه باي طريقه، ولا مطلوب منك انك تساوي مجهودك ما بين اي حاجه. ولكن لما تحس ان في كفه منهم باظت شويه او كفه انت مقصر فيها، حاول ان انت تعدل الكفه دي بسرعه باسرع وقت ممكن علشان ما تخسرش كتير. اول حاجه بالنسبه لصحتك، نصيحتي ليك انك تنزل جيم. لو مش هتقدر ان انت تنزل جيم او الوقت مش هيسعفك او بعيد او اتمشى كل يوم، اتمشى من ربع ساعه لنص ساعه، مش كتير. تاني حاجه وهي اهلك، ما تنساش حق اهلك عليك، ما تنساش انك تقعد مع اخوك الصغير، ما تنساش انك تقعد معاه تفهمه الواجب، ما تنساش ان انت تقعد تسمع مشاكله، ما تنساش انك تقعد مع اهلك شويه، مامتك وبابا، ما تنساش انك عندك عيله. تالت حاجه وهي نفسيتك، خلي ليك يوم في الاسبوع مثلا وليكن الجمعه مش هتفتح فيه كتاب، مش هتبص فيه على مذاكره، مش هتعمل فيه اي حاجه غير مثلا ساعتين تراجع فيهم على حاجه او تذاكر فيهم حاجه. ولكن خلي اليوم يفضل انك تخليه كله من اوله لاخره يوم كامل بدون اي مذاكره. صدقني اليوم ده هيفيدك جدا انك تكمل باقي الاسبوع بنجاح، مش انك تقع في النص. اخرج اليوم ده، شوف صحابك، اتفسح، اعمل هواياتك اللي انت مأجلها المفروض. وما تنساش تطور نفسك كليه، بمعنى انك تحضر مؤتمرات على قدر الامكان، انك تشارك في الانشطه الجماعيه في الكليه، انك تشترك في الانشطه التطوعيه، تتطوع تبع مؤسسه خيريه، انك تتعلم مهارات اساسيه في الطب زي مثلا الريسيرش. وخلي بالكم يا جماعه، انا هنا مش بحطكم تحت ستريس انكم لازم تعملوا كل الحاجات دي، ولكن لازم يكون ده في بالكم، لازم يكون ده في مخكم. اللي بيخليك دكتور شاطر في الاخر الكومبينيشن بتاع ده كله، انك يكون عندك سوفت سكيلز، انك يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه، انك تعرف تتكلم مع الناس، انك تعرف تفهم الناس. لما تشترك في ده وده وده وتعرف ده وده وده، معارفك هيزيد ودايره معارفك هتزيد، فبالتالي فرصك هتزيد. وخدها قاعده في حياتك ان كل ما معارفك هتزيد كل ما فرصك في الحياه وفي النجاح هتزيد. وهنا انا مش بتكلم عن المعارف اللي هو ازيك عامل ايه الاخبار، لا، انا بتكلم عن معارف اعمق من كده بكتير، انك تكون عارف ده الشخص الصديقي مثلا او زميلي او وات ايفر ايا كان، ده المنتور بتاعي مثلا مكان زي الريسيرش، ان الشخص ده منتور ليا مثلا في مهاره معينه جرافيك ديزاين مثلا، ان الشخص ده انا بحب اتكلم معاه في البيزنس، ان الشخص ده بحب اتكلم معاه في كذا. نرجع تاني لموضوعنا وهو انك تطور نفسك في الكليه. انك تطور نفسك في الكليه، انا زي ما قلت لكم مش بحطكم تحت ستريس انكم تعملوا حاجه، ولكن حط في بالك ان دي خطه لازم برضو تكون في حسبانك، ومش لازم تعملها كل يوم، مش لازم تعملها كل اسبوع، حط لها ساعه ساعتين في الاسبوع. ولو عايزيني اتكلم عن الموضوع ده تفصيليا، ايه الحاجات اللي المفروض نعملها في الكليه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. رابع نقطه وهي المذاكره. اول حاجه ما تعتمدش طريقه حد في المذاكره. اسمع من ده تجربته ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ولكن انت ليك تجربه مختلفه في الاخر، مش كل حاجه بتنفع معانا كلنا. جرب طرق كتير لحد ما تعرف ايه الطريقه
المناسبه ليك انت. مش كل نصيحه تسمعها تروح على طول ان انت تنفذها، لا، اتعلم منها الاول، انقدها الاول من دماغك، هل دي فكره تصلح ليا ولا لا. وبعد ما تلاقي الطريقه الصح المناسبه ليك انت، مش اي حد يجي يقول لك تعالى نعمل حاجه فيلا نروح نجربها نعملها، لا، انت خلاص ثبت على طريقه المذاكره بتاعتك وعارف كويس قوي انت المفروض تذاكر ازاي، فحدد طريق وامشي عليه من غير ما تتشتت باي حاجه تانية او تتشتت باي راي تاني. مش كل نصيحه تسمعها تروح تجربها على طول. تاني حاجه ما تبقاش بصمجي. لو عايز تبقى بصمجي فاهم تمام، ولكن ما تبقاش بصمجي حافظ بس. فصدقني دكتور بدرجات عاليه جدا ولكنه مش فاهم اي حاجه هيموت ناس كتير، على عكس واحد درجاته متواضعه ولكنه فاهم حاجات كتير. كلامي ده مش معناه ان انت ما تحفظش خالص، ولكن خد انك تفهم قبل ما تحفظ، انك تفهم الحاجات اللي انت بتحفظها. الطب اغلبه حفظ، ولكن حفظ قبله فهم. اللي الناس يقولوا ان الطب بيتفهم عادي زيه زي اي حاجه وزيه زي اي كليه في الدنيا، بالعكس فهمه ممتع جدا للدماغ، وفهمه بيخليك تدبر عظمه ربنا في الكون. فما تبقاش بصمجي، خليك بصمجي فاهم. ثالث حاجه وهي انك جرب اماكن كتير للمذاكره، مش زي السنين اللي فاتت قاعد في اوضتك بس او محبوس على مكتبك بس، لا، جرب في سنين الكليه انك تعيش تجارب مختلفه، انك تروح مكتبه الكليه، انك تروح ورك سبيس، انك تذاكر في كافيه، حديقه، اي حاجه من الحاجات دي، انك تغير بس مكان. صدقني وجودك مع ناس محاوطين بيذاكروا نفس الحاجه اللي انت بتذاكرها، او في نفس الاسترس اللي انت محطوط فيه، او بيذاكروا نفس المناهج اللي انت بتذاكرها، دي حاجه هتشجعك انك تذاكر، وحاجه هتخليك تعرف برضو ناس اكتر، وطاقتك هتتجدد فتتشجعك. خامس حاجه وهي انك تحدد هدفك كليا، والموضوع ده مش لازم تعرفه اول سنه ولا اول سنتين ولا اول 3 سنين، مفيش وقت معين انك تعرف انت عايز ايه، ولكن وانت ماشي في الطريق حاول تكتشف نفسك، تكتشف انت عايز ايه. عايز درجات الكليه علشان تتعين نايب في الكليه او نايب في الجامعه او تتعين في الجامعه عموما، ولا هتعمل معادله والدرجات مش مهمه بالنسبه لك ومهم انك تعدي بس الامتحانات. عايز تشتغل ولا عايز تذاكر بس، ولا عايز تتعلم مهاره، ولا عايز تتعلم علم شرعي جنب الكليه. هل عايز وقتك كله يبقى طب بس، مذاكره بس طول الليل والنهار، ولا عايز يبقى فيه حاجه بتعملها جنب الكليه. حاول وانت ماشي في طريقك انك تحدد الاولويات ايه بالنسبه لك، ايه الاوت لاينز لحياتك اللي انت عايزها تمشي في الكليه. وخلي بالك حاجه مهمه جدا، ان كل الاختيارات مقبوله، كل حاجه مقبوله، ومفيش حاجه احسن من حاجه، ومفيش اختيار احسن من اختيار، ومفيش حاجه ليها الاولويه او ليها البريفليج اكتر من الثانيه. كل واحد بيحدد على حسب اولوياته هو. لو هتختار اغلب الوقت للكليه على حساب الشغل او على حساب مهاره انت هتتعلمها، لو ولا انت هتتاخر في حياتك شويه. ولو هتعمل الشغل اولويه مثلا على الكليه، اعرف ان درجاتك هتقل شويه مقارنه بزمايلك. ولو هتختار حاجه ثالثه اصلا، فاعرف ان الحاجه الثالثه دي هتيجي على حساب حاجه ثانيه. فالحياه كلها تضحيات، احنا بنضحي بحاجه علشان نوصل لحاجه ثانيه. هل معنى كده ان احنا غلطانين لو حد ضحى بالحاجه اللي احنا عايزينها صار ان هو يعوز الحاجه الثانيه اللي احنا مش عايزينها؟ لا طبعا، الحياه ما بتمشيش كده. كل واحد له اولوياته في الحياه، اللي ما ينفعش ان احنا نقلل من قيمتها او ان احنا نقيمها بمنظورنا احنا او بمنظور حد تاني. وما تقارنش نفسك باي حد في الكليه، خصوصا سنه اولى وكل السنين الجايه. اوعى تقارن نفسك بحد، وخصوصا حد في كليه الطب، لانك مهما عملت هتلاقي حد بيعمل نفس الحاجه دي واشطر منك فيها بكتير قوي. اخر حاجه هنتكلم عنها وهي ان سنه اولى مش مقياس لاي حاجه هتحصل في سنين الكليه بعد كده. اتبسط بايا كان مجموعك بعد كده، مجموع قليل مجموع عالي، انت شخص اتخذت من الثانويه رحت في الكليه، سيستم مذاكره مختلف، ناس مختلفه، مجتمع مختلف، بيئه مختلفه، كل حاجه مختلفه. فاوعى تلوم نفسك على اي تقصير او اي حاجه حصلت. سنه اولى بالنسبه لي كانت اصعب سنه في الكليه، كانت صعبه جدا جدا بالنسبه لي. في حاجات كتير ما كنتش فاهماها وما كنتش مكتشفاها وكنت اجهلها تماما، ولكن ده ما خدتوش مقياس لاي سنه حصلت بعد كده في الكليه. لا، اتعلمت من الغلطات اللي حصلت لي في سنه اولى علشان ابني عليها السنين الجايه. وصدقني كل اللي حواليك كده، كلهم مش فاهمين حاجه، مش انت لوحدك اللي هتدخل اول يوم وهتحس انك مش فاهم حاجه، لا، كل اللي حواليك دول مش فاهمين اصلا برضه. كلنا مش فاهمين حاجه. ليك رحيم مع نفسك، وما تاخدش سنه اولى دي هي مقياسك للنجاح في السنين الجايه. ولو سمحت حافظ على انسانيتك على مدار سنين الكليه. سنين الكليه بتاخد منك جزء مهم، وهي جزء من انسانيتك، انك تشوف الجثث، وانك تشوف الامراض، وانك تشوف العيانين، وانك تتعامل مع العيانين. دي حاجه ممكن تأسي قلبك على مدار السنين. تحافظ على قلبك حي، واوعى تقسى على ايا كان مين في الكليه دي، لان انت بتتسلم معجزه ربنا في الكون وهي الانسان، الجسم البشري. فاوعى تستهين بيه، واوعى تستهين باي مرض، ودايما ادعي ان ربنا يحفظك من الامراض دي، ودايما ادعي للعيانين، وادعي للجثث اصحابهم اللي ماتوا. وتاني حافظ على قلبك حي على قد ما تقدر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده. حقيقي ده كلام كنت اتمنى اعرفه قبل ما ادخل الكليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتبعتوه لحد من صحابه علشان يستفيد هو كمان. وبس كده.